انت جربت هذا الدواء على رئيس جمعيه الداء السكري في نعم. النمسا. نعم. في النمسا. نعم. 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 هو جربوا على نفسه. وجربوا على نفسه. نعم. هو عنده 80 سنه. 93 سنه. 93. وشفي تماما من هذا المرض. 93 سنه كان اعراض السكري مهما انهم هما المنتجين الاوائل في العالم تاع الانسولين، اعراض السكري يعني راح تقضي عليه، فاذا به يهبط للستاد ويلعب ماتش. سبحان الله. والله العظيم. الله صادق. دونك ولكن هل تعتبر انه شفي بعد تناوله هذا الدواء ام ربما يحتاج لا الى لا مراحل؟ لا 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 احنا عندنا دواء كيما ستوب شوت، سي او بو دو 6 جور تشوف لو شونجمون تاعك. وهل يبقى ياخذ هذا الدواء ام ياخذه فتره؟ يبقى بمراحل. احنا هنا نخليو هذا الاختصاص للاطباء. انا ننصح حتى ان شاء الله لا كتب ربي يخرج ما ينقطعش الصله بين الطبيب والمريض. ولكن اذا كان ياخذ هذا الدواء باستمرار راح يكون كما الانسولين. لا, لا. انا انتجته وانا نعرفه الدواء. هذا ماهوش من نوع الانسولين ولا موليكول شيميك اللي تضرك. احنا نفهموا لا سيلول باللي خاصها اكس، ولا كان خاصها فاكتور اكس احنا نديروا لا كومبونساسيون. هنا وين والخليه تاخذ من لا ماتيير اللي تعطيها وتبني نفسها وتتعاود الخليه. اخويا توفيق، ماذا اقترح عليك هو اقترح على المشروع ككل. هو في مش هو كجمعيه كهيئه. نعم. قال هذا مشروع القرن، هذا نوبل. الله اكبر. ورقم ارواح الله. نوبل. وماذا اشترط عليك؟ داروا له تحاليل. وماذا اشترط عليك؟ هو ما اشترطش، هو الواقع. نهضروا درك الواقع. قال لي تاع ارواح، وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس. ولكن ما دامك انت عربي راك ما تقدرش تبارتيسي. وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه خلاص. انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه. الحمد لله. قال لي ارواح عندنا كاين عندنا كيبعث لي الكونطرا قريت يفو با تقول الدواء راهو عربي وانت عربي اون فا اسيي دو سينو اون اوكين شونس. ما يفوت لا دواك لا انت. قلت له مادام هذه هو عربي وانا عربي كفايه تحب تسميني بيير ولا جورج والله ما فهمتكمش. يعني بدل دونك il n'existe pas. الدواء هذا il n'existe pas.